تخيل كده انك عايز تعرف رأي الناس عن مسلسل اتعرض في رمضان. هل كان حلو؟ ممل؟ شد الناس؟ هتعمل ايه؟ هل هتسأل واحد واحد من ال 120 مليون عن رأيهم في المسلسل؟ أكيد لا طبعا. طيب هتلغي فكرة البحث أو الدراسة؟ أكيد برضو لا طبعا. طب الحل إيه؟ الحل إنك تاخد رأي عينة من المجتمع، يعني مجموعة صغيرة تسألهم وتفهم منهم، ومن خلال إجاباتهم هتقدر تستنتج رأي المجتمع كله. بس خد بالك، مش أي مجموعة صغيرة نقدر نقول عليها عينة. لازم المجموعة دي تكون ممثلة وغير متحيزة، يعني لازم تعكس صفات المجتمع الكبير. العينة دي لازم تعكس الاختلاف والتنوع اللي في المجتمع، رجالة وستات، الأعمار، المراحل التعليمية، المناطق الجغرافية. يعني لو كانت العينة دي عبارة عن 1000 واحد وكلهم من طلبة جامعة القاهرة، هل نقدر ساعتها نقول العينة دي عينة ممثلة؟ أكيد لا طبعا. دي عينة بتعبر عن رأي شريحة صغيرة جدا جدا من المجتمع. طب ليه أصلا بنشتغل بعينة ومش بندرس المجتمع كله؟ ببساطة عشان نوفر وقت ومجهود وفلوس، وفي نفس الوقت عشان نقدر نطلع بنتائج أكثر دقة نقدر نثق فيها أكتر. الشرط الأساسي إنك تختار عينة بطريقة علمية، أو بمعنى أصح عشوائية. أيوة أنت سمعت صح، دي مش غلطة في الفيديو ولا حاجة. عشوائية في موضوعنا هنا هي قمة العلمية، لأنها بتضمن إن العينة دي تكون ممثلة وغير متحيزة. يعني الاختيار اتعمل من غير أي تحيز، من غير ما نفضل حد على حد. يعني نختار الناس بالصدفة. الحقيقة مش بالصدفة قوي، يعني هي صدفة محسوبة، مش بقولك علمية. طيب تمام، فهمنا الجزئية دي. طب العشوائية اللي هي قمة العلمية والموضوعية دي نوع واحد؟ لا، الحقيقة هم 4 أنواع، وكل نوع ليه طريقته بيبقى مناسب لحالات معينة. أول نوع هي العينة العشوائية البسيطة، ودي أسهل وأوضح نوع. ببساطة كل فرد في المجتمع محل الدراسة ليه نفس الفرصة في الظهور، أو إنه يتسأل. يعني مثلا لو المجتمع محل الدراسة عبارة عن موظفين شركة وليكن عددهم 5000 موظف، وإحنا هناخد عينة منهم من 100 شخص بطريقة عشوائية تماما، بحاجة كده زي القرعة على سبيل المثال. وده اللي بيضمن إنه مفيش أي موظف ليه فرصة أكبر من التاني في الظهور. تاني نوع بقى هي العينة الطبقية. هنا بقى احنا بنقسم المجتمع لمجموعات أو طبقات حسب صفات معينة، زي النوع أو التعليم أو السن على سبيل المثال، وبعدين بنختار من كل طبقة النسبة الممثلة ليها. يعني مثلا لو كان المجتمع 60% منه ذكور و40% من الإناث، يبقى لازم العينة الممثلة للمجتمع تبقى معبرة عن نفس النسبة بالظبط. يعني لو العينة دي 1000 شخص، لازم يبقى 600 منهم ذكور و400 إناث. ثالث نوع هي العينة العنقودية. معلش ما تتخضش، هي اسمها كده، ودي بنستخدمها لما بيكون المجتمع كبير جدا ومتوزع جغرافيا على نطاقات متباعدة. يعني مثلا المجتمع محل الدراسة هو سكان مصر كلهم، هتلف على كل بيت وتسأل؟ طبعا مستحيل. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقسم المجتمع لمجموعات صغيره، او بنسميها في الاحصاء عناقيد، زي عنقود العنب كده، حاجات متشابكه مع بعض. العناقيد دي ممكن تكون قرى، مدارس، مستشفيات، شركات، او اي تقسيم جغرافي منطقي. وبعدين بدل ما بنختار افراد من كل حته، لا، احنا هنا بنختار بقى العناقيد دي بشكل عشوائي. يعني نختار 5 قرى من 100 قريه، او 10 مدارس من 100 مدرسه. يعني العشوائيه هنا مش على مستوى الافراد، لا، انما على مستوى العناقيد او المجموعات دي. الطريقه دي اسهل وارخص وتوفر وقت ومجهود، بس لازم نكون واخدين بالنا ان المجموعات دي تكون متنوعه وممثله كويس لبقيه المجتمع، عشان ما نبقاش بنقيس راي مجموعات شبه بعض وخلاص، ويكون ساعتها استنتاجاتك كلها غير دقيقه. رابع واخر نوع معانا هو العينه المنتظمه. لا ما تقلقش، مش هنخرج عن صفه العشوائيه الجميله بتاعتنا. هنا ببساطه لو المجتمع محل الدراسه 1000 فرد واحنا عاوزين نختار 100 منهم، هنا هنختار اول فرد بشكل عشوائي تماما، وبعد كده نتحرك بشكل ثابت او منتظم في الاختيار. يعني لو المجتمع ده متسجل في شيت اكسل واحنا بدانا من عند اول رقم 7 في القائمه دي، ولنفترض ان احنا قررنا نتحرك بمقدار 10 خطوات، فكده العينه بتاعتنا هتبقى رقم 7، 17، 27 وهكذا. لو هتسالونا عن رايي، فما فيش طريقه من الاربعه دول افضل من الثانيه، فكل طريقه من دول ليها مميزاتها وليها كمان عيوبها وليها استخداماتها، وانت كمحلل او باحث بتختار النوع الانسب ليك على حسب طبيعه وحجم المجتمع اللي تدرسه، وعلى حسب البيانات الموجوده عندك، وعلى حسب الموارد المتوفره لك. المهم انك لما تختار العينه تبقى العينه دي ممثله وغير متحيزه، او يعني باختصار عشوائيه، عشان لما تحلل البيانات تبقى النتائج دي دقيقه ومعبره ومحل ثقه. واخيرا ممكن ترجع الحلقه اللي فاتت اللي بنسال فيها يعني ايه احصاء. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات بتفضل انهي طريقه من الاربعه دول. واشوفكم المره الجايه، سلام.